السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في دوت شاو استوديو. النهارده هنتكلم على برنامج جديد وهو برنامج بلاستيسيتي. برنامج بلاستيسيتي هو برنامج ممكن تموديل عليه زيه زي بلندر بالظبط، مفيش أي فرق بينهم، ولكن بلندر بيشتغل بالبوليجون اللي هي الفيرتكس والإيدج والفيس والبوليجون عامة، لكن برنامج بلاستيسيتي بيتعامل على الكيرفات، فمش هيكون عندك أي مشاكل مع التوبولوجي. وهو برنامج ينفع جدًا للحاجات الهندسية، الحاجات اللي هي تصميم المنتجات، تصميم الحاجات الحديد، تصميم المعدن، تصميم جهاز حد مديه لك ومديك المقاسات بتاعته كلها بالضبط، تعرف تطلّعه على برنامج بلاستيستي بمنتهى السهولة، أسهل من بلندر بكتير جدًا يعني. فأنت برضه بتكون شغال على الاتنين وتقدر تاخد الmodel بعد ما تموديل على بلاستيستي تطلّع الrender بتاعك من بلندر بمنتهى السهولة. النهارده هنتكلم على الواجهة الأساسية، وهنتكلم على شوية حاجات كده في البرنامج نتعرّف عليه واحدة، واحدة. طبعًا كل الحاجات اللي أنت شايفها دي اتعملت على برنامج بلاستيسيتي، وفي حاجات تانية أقوى وأحسن. أغلب الأسلحة، أغلب الحاجات المعدن اللي أنت بتشوفها بتكون معمولة على برنامج هندسي زي Autodesk مثلًا، ودي الواجهة الأساسية في البرنامج. لو جيت دوست على الwheel بتاعة الماوس وحرّكت نفسي بالِف أو قرّبت وبعدت نفس الكلام. عندي فوق هنا الشبكة، ممكن هنا كده perspective وorthographic، وممكن أخفي العالم كلّه أو أظهره. وفي render برضه، ولكن الrender بتاعه خفيف جدًا، فإحنا مش هاشغّل الrender. لو عايز أعمل cube أو عايز أعمل أي حاجة، عندي هنا الحاجات اللي على الجنب زي shift A في blender، أروح دايس هنا كده، أجيب مثلًا الcube، ولمّا آجي أعمل cube بُص، هتلاقي المحاور كلّها بتنوّر معاك. لو جيت دوست هنا وأنا باسحب هتلاقي إن في مقاسات بتتكتب، هو بيقول لك أنت عايز المقاسات دي كام أو كام أو أيًا كان. مثلًا دوست هنا وبعد كده باطلع لفوق بالاقي نفسي بابني الشكل، ولكن شايف في علامات المقاسات موجودة معايا في كل حتة. بعد كده ده الscale، فلو دوست right click هالاقي نفسي خلاص الشكل بتاعي بقى موجود. عندي هنا 3 حاجات، لو دوست على 1 و2 و3 و4 هنا كده 1 و2 و3 و4. 1 هي الvertex و2 الedges وبعد كده الfaces وبعد كده الشكل كله مع بعض. تمام، لو دوست على shift ودوست عليهم كلهم هالاقي إن أنا أقدر أتحكم فيهم كلهم مع بعض. لو جيت دوست هنا هالاقي إن أنا بُص، لو جيت عملت كده شايف ده كده bevel. لو عكسته الناحية التانية هاعمل chamfer، يعني bevel بعد كده chamfer بمنتهى السهولة. وعندي بقى في كل الجوانب نفس الكلام، ودوست right click بعد ما باخلّص أي خطوة لازم أدوس right click عشان الخطوة تتحقق. بعد كده مثلًا جيت دوست هنا بادوس بالاقي نفسي باعمل bevel وchamfer بمنتهى البساطة. ولكن لو جيت بصيت هنا ما فيش أي مشاكل هتواجهك في الإيه، في الtopology، لأن هو أصلًا ما فيهوش topology فاهمني، هو فيه كيرفات والكيرفات دي أنت بتتعامل بيها. فهنحدد كده الشكل كله هنمسحه ونبدأ نتعرف على البرنامج واحدة واحدة. فأول ما تخش على البرنامج لو أنت في حاجة عملتها وعايز ترجع فيها أو عايز تبدأ project جديد، هتلاقي فوق كده علامة الB هتدوس عليها وهتقول له عايز new project. هيقول لك عايز تحفظ حاجة، قُل له لأ، هتلاقي إن أنت خلاص دخلت new project جديد وهتلاقي cube كده في منتصف الscene. تمام، تمام. تعالَ كده بقى نبُص ونفهم. دلوقتي أنا مثلًا جيت جِبت الcube ده مسحته كده، تمام. فدلوقتي لو أنا جيت كده دوست على corner rectangle وجِبت الcorner دي وقفت في المنتصف وبدأت أسحب كده، أيًا كان الشكل اللي أنا باعمله هابقى عايز أضبّط مقاساته. فجيت مثلًا وقفت هنا، لو دوست على tab هالاقي إن أنا باضبّط المقاس الأولاني مثلًا كتبت 2، هادوس على tab تاني هالاقي إن أنا باضبّط المقاس التاني مثلًا خلّيته 4. فأنا كده عندي شكل 2 في 4. طَب أنا ممكن أمسح وأخلّيه مثلًا 2 في 3. تمام أهو، خلّيه 2 في 3 وبعد كده دوست أوكي، هالاقي إن هو ظهر معايا الشكل ده 2 في إيه، في 3. تمام، تمام. ولكن هو دلوقتي على هيئة لسه كيرفات. لو جيت كده بصيت من فوق أنا هنا ماسك الشكل كله، لو دوست على تاب حدد كل دول مع بعض. فلو جيت مسكت كده الشكل بتاعي هالاقي أول حاجة هو جابها لي إن أنا ممكن أعمل extrude. فلو مسكت دي كده رُحت طالع بيها هاعمل extrude. طب حتى الextrude ده دوست على تاب هاقدر إن أنا إيه، يعني وأنا كده ممكن أرجع control Z عادي، هامسك الشكل بتاعي هاطلع بيه extrude. هتلاقي هنا في الdistance دي لمّا أنا آجي أطلع هتلاقي الdistance بتتغيّر، فممكن أنا من هنا أروح مخلّيها مثلًا 2. فأنا كده عملت extrude 2، يعني ده كده 2 في 3 مرفوعة بإيه، 2 سنتي. فرُحت دايس كده أوكي، تمام الشكل بتاعي بقى موجود. فأنت هنا لمّا بتيجي تعمل أي حاجة بتكون بقى معاك شكل مقاسات وعايز تضبّط فيه، إيدك على الshift وهتروح ماسك بالmouse كده تسحب هتلاقي إن أنت إيه، بتتحرك جوّه البرنامج، على shift تتحرك جوّه البرنامج. فأنت دايمًا خلّي إيدك على إيه، على shift عشان تعرف تتحرك، وطبعًا كده هتقرب وتبعد من الwheel بتاعة الماوس عادي. وأنا شغال أخلّي إيدي على 1 و3 و7 عشان أبقى باصص للشكل بتاعي من كل الجوانب. تمام، زي أكنك بتنحت، في النحت لازم تبُص على الشكل بتاعك من كل الجوانب، ولكن أنت هنا شغال بمقاسات فأنت إيه، بتبُص على الشكل بتاعك من كل الاتجاهات. فأنا دلوقتي لاحظ حاجة، لاحظ إن أنا عندي في إيدي الشمال حاجتين، عندي الشكل الرئيسي اللي أنا عملته تحت خالص في الأول، وبعد كده عندي mesh أو اللي هو الشكل الموجود ده. لو جيت كده مسكت الmesh بتاعي هاقدر أحدد دوّة، لو دوست على الG هاقدر أحرّكه عادي أيًا كان. ولكن بُص في عندي حاجتين، ده اللي أنا عملته الأول وده اللي طلع منه الextrude. دوّة في الأغلب أنت ممكن تحتاجه وممكن ما تحتاجوش. لو أنت بتعمل شكل كبير بتحتفظ بالكيرفات دي لو أنت عايز تطلّع منها حاجات تاني.
ولكن في الأغلب ممكن تمسحها عادي، تتعامل مع الشكل بتاعك الطبيعي مكانه عادي. فالG هيحرك لي الشكل بتاعي، والR هيخليه يلف برضه نفس الكلام. فأنا أقدر أتحرك بالG وألف بالR عادي زي بلندر بالضبط، ما فيش فيه أي مشكلة. برضه لو دوست على تاب وأنا يعني مثلًا بالِف رُحت دايس على تاب، هالاقي إن أنا بُص بيبدِّل هنا ما بين الحاجات. هنا كده مثلًا عايز ألفّه 90 درجة، 90 درجة اتلف 90 درجة، عايز ألفّه 180 درجة، نفس الكلام عادي بمنتهى البساطة. فأنت خلّيك وأنت بتعمل أي حاجة تكون عارف أنت بتلفّها قد إيه أو بتضبط مقاسها قد إيه. ولو عايز أخرج بعد ما أنا يعني مثلًا جايب الG واقف على الobject بتاعي كده ودايس على الG أو دايس على الR، لو دوست على إيه هيعمل لي select all زي يعني هنا كده إيه select all أي حاجة موجودة. فتعالَ كده نبُص لو أنا جيت دوست على 2 من فوق فمحدد الedges. مثلًا لو أنا جيت مسكت الedge ده، شايف لمّا باجي كده عند أي edge عامةً بيجيب لي نقطة صفرا، جيت كده دوست على الedge ده في نقطة صفرا ظهرت هنا، هنا في نقطة صفرا ظهرت هنا. طب أنا مسكت الedge ده وبدأت أسحب كده، هالاقي إن أنا باعمل bevel، ولو رجعت تاني هالاقي نفسي باعمل chamfer. فأنت كده عرفت إن أنت ممكن تعمل bevel وchamfer. طب عايز تكنسل هتطلع كده control Z عادي ممكن ترجع فيها. لو دوست على shift ومسكت مثلًا الedge ده ومعاه الedge ده ومعاه الedge ده وده، ورُحت عامل bevel ليهم كلّهم مع بعض، شايف باعمل bevel كلّهم أو chamfer ليهم كلّهم برضه إيه، مع بعض بمنتهى السهولة. عندك بقى الكلام ده في كل الإدجات اللي أنت في كل الإدجات في أي جسم عامةً. عايز أعمل برضه boolean بمنتهى البساطة هاروح جاي هنا مختار الدايرة، مثلًا رُحت واقف شايف فهو لوحده بيجيب لك كده النقط اللي أنت أو المراكز، اسمها مراكز الحقيقة. جيت هنا مثلًا عملت زي دايرة كده في النُص، ورُحت برضه ماسكها، مسكت الface بقى بتاعها، رُحت طالع extrude لفوق، ولو دوست على tab هالاقيه عكس لي الextrude ده تحت. يعني هنا كده كل ما طلعت بيه لفوق هتلاقيه ظهر معايا لحد تحت. فلو جيت كده بصيت على الشكل بتاعي من فوق ومن تحت، فهو دي كده الcircle اللي أنا عملتها، وعايز أخلّي دوّة boolean بالنسبة لدوّة. هاقدر أعمل ده إزاي؟ هامسك أول حاجة الجسم الأولاني بس وأنا محدد الobject، يعني هامسك كده في الفراغ وأروح جاي تحت اللي مكتوب boolean هاروح دايس عليها. أول حاجة باحدد الشكل اللي أنا عايز أعمل فيه البوليان، هتلاقي لونه بقى أزرق، التاني هيبقى لونه أحمر. لو جيت كده مسكت فأنا كده عايز الأحمر هو اللي يقطع الأزرق، لو دوست أوكي هالاقي إن أنا خلاص عملت بوليان في النُص. بس الكيرف بتاعه موجود، شايف في كيرف كده، الكيرف ده موجود، ده بتاع الcircle اللي أنا عملتها في الأول، اللي طلّعت منها أساسًا العمود الأساسي. فإحنا هنخفي كده الكيرف. لو جيت مسكت الedges مسكت الedge ده، هاقدر أسحب على طول باعمل فيه chamfer أو bevel بمنتهى السهولة. ولكن بقى إيه، تقدر بقى تدخّلهم في بعض. دوست على tab، يعني مثلًا هارجع كده تاني، دوست على باسحب سيكا ورُحت دايس على تاب، من هنا مثلًا خلّيتها 0.5 نُص، فاهم؟ فأنا كده عامل الدايرة دي الbevel بتاعها نُص، تمام، وكده تمام أوكي، الbevel بتاعي موجود. طب عايز أعمل mirror أو لو مثلًا في حاجة أنا عايز أعملها ومش عارف أجيبها منين، فأنت عندك هنا الsearch، هامسك مثلًا الobject ده، هامسك الobject ده كلّه، جيت على الsearch رُحت كاتب مثلًا mirror، هتلاقي الmirror موجودة done، هتلاقيه جاب لك علامة الmirror زي اللي موجودة في Harddocs، بيقول لك مثلًا عايز تعمله mirror من فين لفين، دوست هنا، فهتلاقي إن أنا عايز باعمل mirror من هنا لهنا، دوست أوكي، خلاص الmirror بتاعتي بقت موجودة. فأنت لو في حاجة مش عارفها هتروح جايبها من الsearch، وواحدة واحدة كده نتعرف عليهم واحدة. فإحنا كده قُلنا أول حاجة الboolean، إن أنا باحدد أول حاجة الجسم اللي أنا عايز أعمل فيه boolean، وبعد كده باحدد الجسم التاني بيبقى لونه أزرق ولونه أحمر. والmirror هاقدر أجيبها من هنا، واختصارها مثلًا لو جيت رجعت، لو أنا مثلًا ماسك الجسم بتاعي ده دوست Alt X هالاقي إن أنا خلاص جات لي الmirror على طول. مثلًا عايز أعمل كده أو كده مثلًا، تمام done خلاص. فدلوقتي تعالوا كده نعمل model صغير مع بعض. لو أنا جيت حددت كل حاجة وأنا محدد الsolid رُحت دايس delete مسحتهم، دوست على 7 وأنا كده باصص من فوق shift ورُحت واقف كده في المنتصف. مثلًا جبت دايرة، رُحت جاي كده في المنتصف عملت دايرة مثلًا قطرها 5، تمام، وبعدين جبت دايرة تاني، رُحت جايب كده دايرة تاني من المنتصف برضه وخلّيت قطرها مثلًا 2، تمام، ومسكت ده دوست على الG حرّكت الدايرة بتاعتي دي كده قدّام مثلًا بعدتها عن الأولانية 10، تمام، فدي بعيدة عن دي بإيه، 10 دلوقتي بالمتر، تمام. وبعدين عايز أربط ما بينهم، فلو جيت كده مسكت الline دوّة ورُحت واقف هنا، تمام، وجيت رُحت بقى لحد هناك هتلاقي حاجة اسمها إيه، حاجة اسمها tangent to tangent. يعني الtangent ده اللي هو المماس، الtangent ده أنت كده ماشي مضبوط، لكن لو من غير tangent فهي مش مضبوطة. فأنا هاستنى لحد ما تبقى معايا tan to tan وأروح دايس done خلاص، ده كده ودوّة متصلين ببعض. Alt X هاعمل mirror لتحت، تمام، فأنا كده عملت الشكل ده mirror تحت زي الفل، أصبح إن هُم الاتنين دلوقتي إيه، متصلين ببعض. عايز أشيل الحاجات الزيادات اللي جوّه، أروح جاي علامة المقص كده
وأروح ماسح ده، وهاروح ماسح ده، هُم كده أصبحوا الاتنين واحد، ولكن هارجع تاني قبل ما أمسح الاتنين دُولة ممكن أعمل كمان جوّه boolean حاجة بسيطة، مثلًا رُحت عامل هنا زي خلّيته مثلًا 2 ورُحت مختار نفس الدايرة، عملت دايرة هنا كمان خلّيتها مثلًا نُص، مثلًا 0.5 تمام زي الفل، فأنا عندي دي 2 ودي نُص وعلى حسب المقاسات اللي جاية لك، هاروح مختار علامة المقص وهامسح دوّة وبعد كده هامسح ده، هُم كده أصبحوا جوّه بعضيهم تمام، تمام. هاروح طالع بقى كده بابُص على الشكل بتاعي من تحت بshift كده هابُص من قدّام، هادوس tab عشان أحدد كلّهم مع بعض، هامسك كده وهابدأ أطلع extrude هالاقيه طلع معايا وهو أصلًا البوليان بتاعي يعني القطع اللي أنا عملته ما طلعش معايا لإن هو إيه، مقطوع، فأنا كده عارف الشكل ده مقاساته إيه، تمام، تمام. الارتفاع بتاعه لو أنا مش عارف أنا طلعت قد إيه ممكن أطلع كده وأروح مثلًا مختار إن أنا عايز أطلع بيه 3 تمام، done هاروح مثلًا ماسك الedge هامسك الedge ده shift وهاروح ماسك ده وده shift أروح ماسك ده كمان، هاعمل فوق كده bevel تمام، وتحت ممكن أعمل chamfer فوأنا كده واقف هنا هاروح محدد الكيرفات كلّها هاخفيها من قدّامي، يعني الكيرفات امسحها وأي curve تلاقيه زي كده امسحه تمام، فهتلاقي هنا هاروح بقى ماسك كل الأجزاء اللي تحت دي، هاسحب أنا عملت فوق bevel هاعمل تحت chamfer مثلًا حاجة زي كده تمام، فأنا عندي فوق bevel تحت chamfer وأقدر طبعًا بقى أزوّد هنا براحتي، يعني مثلًا رُحت جاي ماسك الجزء ده عملت هنا bevel whatever بقى مقاسه قد إيه، عملت هنا كده الchamfer مثلًا برضه نفس الكلام تمام، رُحت دايس على 7 كده وأنا من فوق، رُحت عامل دايرة كمان مثلًا أو عملت box أيًا كان يعني مثلًا جيت كده وقفت في النُص، رُحت عامل كده زي دايرة تاني تمام، ورُحت ساحب ماسكها هاطلع بيها tab لو دوست على tab هتلاقيه انعكس تحت، وبعد كده رُحت عامل boolean خلاص تمام، جايب boolean خلّيت هنرجع تاني، أنا عايز بس ده اللي يبقى الboolean فاروح دايس كده، أنا عايز ده boolean ده يقطعه تمام done خلصت، فعملت الشكل ده هاخفي ديّة H تمام، فأنا عملت الإخرام دي وهنا برضه أروح عامل حاجة مختلفة مثلًا كده تمام، فإحنا كده النهارده لسه بنتعرّف على البرنامج، لسه بنشوف هو ممكن يعمل إيه، وإن شاء الله الحلقات الجاية نعمل بقى موديل جاهزة، نشوف مسدس نعمله، نشوف مثلًا ممكن تعمل كيرفات شكل خارجي outline لعربية، لإن هنا موديل العربيات هيكون سهل أوي، موديل الأسلحة هيكون برضه سهل أوي، ولكن أنت بس بتعرف الحاجات البسيطة ديّة، إن أنت محتاج تعرف إزاي تجيب الشكل، تمسح الشكل، تعمل bevel، تعمل chamfer، حاجات كده بسيطة، ولكن بعد كده بتموديل عليه بمنتهى السهولة. البرنامج هتلاقي منه نسخة موجودة على قناة التليجرام بتاعتنا، وتقدر تحمّل النسخة من الموقع بتاعه الأصلي وتجرّبه لمدة 30 يوم free وهكذا. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.